ربنا قال في آية القرآن في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية 11. موضوع المداخلة الأسرة الجزائرية بين الشرع والعرف والقانون بشكل مختصر. أبدأ وبالله التوفيق. لا يمكن للإنسان أن يغير سنن الله في الكون وفي الخلق. جهود كثيرة حقيقة كما استمعنا إلى محاضرة الدكتور علي جزاه الله خير تعبر عن حالة من التيه والضياع، ولكن صدقوني الطبيعة تأبى الفراغ. ربنا قال في القرآن: وأعدوا، وقال في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بمعنى إذا عاشت الأمة حالة من الغفلة والغياب عن ميادين صنع القرار ستفرض علينا حتما هذه الأنماط الغريبة عن ديننا وعن أصالتنا وعن أعرافنا حتى وعن قوانيننا الأصيلة. نروح مباشرة للأسرة الجزائرية في الشريعة. هي الأسرة عموما في كلمات موجزة. الشريعة الإسلامية كما تعلمون من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين قررت من الأحكام ما يحفظ هذه الأسرة بشكل لا مثيل له. لا يمكن للعقل البشري أن يضع تلك السنن وتلك القواعد والضوابط الحافظة للكيان المعنوي والمادي للأسرة مهما ارتقى وعلا. والأدلة كثيرة أذكر بعضا منها. أبدأ بالسبب الذي به تتأسس هذه الأسرة التي هي النواة الأساس في بناء المجتمع. في سورة النساء الآية 21 ربي قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما كاينش عقد سماها ربي هكا كيما عقد الزواج. طبعا الرسالة موجهة أيضا حتى للمسلمين الملتزمين، لأنه هناك أيضا إشكالات أخرى. أحيانا نجد من المسلمين من لا يخضع لمقررات الشريعة الإسلامية، يرفضها إما بالقول أو بالفعل، هذا أمر آخر. ولكن يكفي أن نذكر هذا وهو صمام أمان. نهار نفهموا باللي ربي سمى عقد الزواج سماه ميثاق، الله يبارك، يكفي هذا. معنى الإنسان هذه الكلمة لها مآلات ولها ثمرات ونتائج عديدة جدا. هذه سورة النساء. ذكر أيضا في سورة النساء آيات كثيرة. الآية 534، الآية 134، الآية 65، آيات كثيرة. آيات كثيرة عندها علاقة بموضوع بالأسرة وبقضاياها. نروح إلى سورة البقرة نلقاو فيها أيضا خير كثير ما شاء الله. الآية 231، الآية 222، والآية آيات كثيرة في القرآن الكريم. الآية 229 وما بعدها هذه كلها عندها علاقة. الآية 21 من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لا يمكن تستقيم حياة الناس. سمعت أستاذنا الفاضل الدكتور علي في الأخير يطلبوا قال لك سلفوا لنا نسلفوا لكم. يعني تبان القيمة تفات ما كيوث وبورن طلام. تظهر قيمة الأنوار حينما يكتنفك ديجور الظلام. إذن في النهاية نعود مرة أخرى إلى البحث عن الطريق، عن السبيل الموصل إلى السلم والاستقرار والأمن والأمان. لذلك ربنا قال في سورة الروم في الآية 21 قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الذين يستخدمون عقولهم. يلا نخليوا الآيات كثيرة والأحاديث أيضا كثيرة تترى لا أذكرها لأنكم تعرفونها جميعا ربحا للزمن. نروح إلى العرف. أسيدي الحمد لله الأسرة الجزائرية، نتكلم عن الأسرة الجزائرية، نملك من الأعراف التي لها أصول ممتدة إلى الشريعة الإسلامية وهي كثيرة جدا إذا عدنا إليها.
نحن نعلم علم اليقين بأن من مقاصد العولمة إزالة هذه الأنماط، هذه العادات والأعراف، خصوصيات الشعوب، تدمير منظومة القيم. هذا معروف، يعني ما جاء على أصله لا سؤال عليه. نعود مرة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام كي قال له هذاك الصحابي، قال له متى الساعة يا رسول الله؟ قال وماذا أعددت لها؟ هذو كاع الزريعة، هذو كاع يديروا العجب. درك نذكر بعض النماذج ونخلي نماذج أخرى للدكتور الفاضل الأخي العزيز عبد القادر. حبيت نقول هما يديروا كل شيء باش منظومة القيمة اللي تروح. إذا كان عندنا قيمة اسمها الحياة حشمو، إذا كان هذه بقاو يدمروها لنا باش تروح ما بقى والو. وهذا الانترنت وهذا الهم هذا نتاع التكنولوجيا والاستخدام السيء لهذا كاش ما خلى فينا قضايا فضائح راهي في المحاكم وكذا، سببها هو الاستخدام السيء لهذا. ومثالي الاستخدام السيء، أقول ماهوش التكنولوجيا في حد ذاتها، فهي أداة. علماؤنا قالوا إن الوسائل لا حكم لها، ولكن الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد، الاستخدام. يلا، وصاحب الموافقات في كتابه يعني الشاطبي الله يرحمه في كتاب الموافقات في الجزء الرابع في الصفحة 140 وضع قاعدة ذهبية: النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا. ورد هذا الكلام في المسألة 10 في الصفحة المذكورة. إذا ننظر إلى مآلات الأفعال، لي كونسيكونس، يعني النهايات والنتائج. نرجع إذن في العرف باختصار. عندنا أعراف مليحة بزاف ماشي شوية برك، وعندنا أعراف طبعا مخالفة للشريعة، مخالفة لا ننكرها، ولكن المطلوب منا الغربلة، الفرز، تمحيص الأعراف اللي تدعو وتؤدي إلى تماسك الأسرة والمحافظة على القيم الحافظة لكيان الأسرة المادي والمعنوي. هذه نحافظوا عليها. وعندنا كثير، عندنا زخم، عندنا يعني تراث، ميراث كبير من العادات والأعراف الجميلة الجليلة جدا لا تنكر. أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة. أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة. هذه موجودة، احترام والتقدير وبزاف امور، صله الارحام وكذا وكذا، والوقت لا يسمح باش نفصلوا فيها. هذه لابد ان نعود اليها مره اخرى، لو كان ما نرجعوش ليها. وكارثه جماعه الخير اذا كان الان الغرب الان راه في اتجاه تاعو راه يولي يحتل شرع ربي. مؤخرا في واحد الملتقى دولي كي درنا محاضره على تجماعي يعني، وطبعا جماعه روح في الجزائر وين حبيت، وين يصرى اشكال، يصرى نزاع، يقول لك نروحوا للجماعه، او كي يجيبوا الجماعه تحشم منهم وتفري القضيه نتاعك بالستره بلا ما يشوفوك، بلا لا فضيحه ولا شيء. وضرك الان الاتفاقات الدوليه والمواثيق راهي تمشي، يقول لك لازم نديروا الصلح او ما يسمى الان بالوساطه القضائيه، لا ميدياسيون جوديسيير، الاربيتراج، يعني هذه الوسائل البديله اللي الان نلقاو في كندا، في امريكا، في فرنسا، في دول كثيره، وين راهم يفريوا مشاكلهم الاميابل بالخير. الشركه العملاقه الكونيه اللي عندها نشاط دولي ما تقبلكش تروح في الاجراءات القانونيه تضيع ملايير، تقول لك نروح نفريوها لاميابل في ساعات وفي ايام قليله، ولا لا مهما كانت طبيعه النزاع راهم رجعوا حتى للصح. وبعدين رجعوا لنا الان مؤخرا راهم يقولوا لنا ارواحوا نكونوكم في لا ميدياسيون، ندير لكم لا فورماسيون لونكادرمون، يعني بضاعتنا ردت الينا وحنايا كلام ربي ينطق. يقول والصلح خير، الآية 128 من سورة النساء. في السورة نفسها فيها شحال من الآيات. الآية 65 ربي يقول فلا وربك لا يؤمنون، كاع مهما كانت طبيعة النزاع إلا 3 شروط: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية 114 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلى آخره. الآية 128 والصلح خير في سورة الحجرات الآية 10، في سورة الأنفال الآية الأولى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، هذه كلها باش نقولوا لنا ولغيرنا بلي عندنا الخير، عندنا
كنوز ورانا زواليه. تشوف واحد عنده كنز وفقير، هي الكارثه. وعندنا كل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وسيد المصلحين، كما في الحديث الذي اخرجه الامام البخاري، يقول لي اذهبوا بي نصلح بينهم. نهار صارت مشكله نزاع في قباء، ما قالهمش خليها تخلع ولا يتفرجوا، ماشي هكا. وحتى المجتمع تاعنا لم يكن هكذا، كان اكثر، اقصد كان اكثر، كان متبعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. تصرى اي مشكله يقول لك يلا نروحوا نفريوها بالخير، تجي جماعه بالقدر، ائمه وشيوخ وعقلاء ويفريوها. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذهبوا بنا نصلح بينهم، حديث موجود في البخاري رقم الحديث 2693. ايضا الصلح جائز، حديث اخر في سنن الترمذي رقم الحديث 1352، الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. يعني عندنا خير كثير. اذن هؤلاء راهم رجعوا لنا، يقول لك يلا سقموا لنا المشاكل هذه فريوها لنا عن طريق الصلح والوساطه والتحكيم وكذا وكذا. ولعنا عندها الحمد لله منظومه القانونيه بالمناسبه راهي مشات كثير. على سبيل المثال قانون 75/58 خاصه الماده 459 تقنن النصوص القرانيه تماما. اقرأوا هذه الماده بالحرف الواحد: الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، ثم تحدث عن التنازل. قمة الفهم، بمعنى لا يمكن أن يتحقق التصالح عند التنازع إلا بالتنازل. يعني رقي كبير جدا في القانون الجزائري في الماده المذكوره. روح ل 0809 وين ذكر القانون تاع البادئ من الماده 990 وما بعدها، الصلح وبعدين الوسط القضائي وبعدين التحكيم، خير كثير. وروح القانون التجاري وين تروح تلقى هذه الاثار، الحمد لله. ولكن نحتاج ايضا الى ما قاله استاذنا مالك بن نبي، ليفيكاسيتي، الفاعليه. يلا العرف كمل له، روحوا القانون. كما تعرفوا القوانين بزاف صدرت معتمدة أو مستنبطة من الشريعة الإسلامية كثيرة. كي نقرأوا مثلا قانون حقوق العائلة 1917، الدولة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية وغيرها، قانون 1922 1946 1948 1959 1951 قبل ذلك 1959 1984. هذه كلها قوانين. 84 قصد الجزائر، هذا القانون المعدل المتمم بالأمر 0502. يعني عندنا خير كثير. هذه القوانين كي تقراها تلقى حاجة حلوة فيها ما شاء الله. المادة الرابعة عندنا في الجزائر، واش جاب ربي في الآية 21 من سورة الروم، هذيك الكلمات المودة ورحمة نلقاوها في المادة الرابعة من القانون نتاعنا. وزيد كمل روح المادة 22، واش فيها 22 هذه؟ تعترف بأمر قائم كي يزوجوا الناس بالعرف طبقا لأحكام الشريعة، ما كان لا نوتير لا والو، كما كانوا بكري يتزوجوا بعض الأسر في الجزائر وخاصة في الثورة الجزائرية. وين يعقدوا؟ يروحوا لفرنسا، يروحوا للإدارة الفرنسية يتزوجوا قدام ربي وعباده. بعد ذلك القانون تعالى يقول لك نعم هذا عقد زواج عرفي ولا مغفل، ممكن توثيقه وتسجيله بأمر قضائي بروا جوستيس، يعني عن طريق المادة 22 من قانون 84/11. حبيت نقول بلي هناك انسجام كبير مع طبعا الثغرات والنقائص الموجودة بين القانون. يلا نروحوا لبرا الآن، أو عايشين في كرة أرضية، الدنيا كاع راهي تجينا. سمعنا الأستاذ الأخي العزيز علي، راهي الرياح راهي تجي من كل مكان. او ندير ماناش في قاعه، كون في قاعه هذه والله ما يدخل والو، هذا الطاق ندير له هكا ما يدخل حتى واحد. ولكن الله غالب يا طالب، هاو تكون مع وليدك ولا وليدنا ولا وانت معاه يدير هك، راه مكونيكتي، انت تبنيه وهو يهدم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. اذا لابد ان نكون في حاله من اليقظه فننتبه. يعني هذه القوانين يلا نعطيكم بسرعه في اقل من دقيقه. نبداو بمؤتمرات السكان والتنميه. نبدا من مؤتمر تاع بوخارست في 1974، روح الى مؤتمر المكسيك في 1984، روح بعد 10 سنوات، لاحظوا جيدا، مؤتمر القاهره مؤتمر السكان والتنميه في 1994 حضرته 160 دوله و1200 منظمه غير حكوميه، ولا يكفي الوقت للتفصيل والتعليق. هذه مؤتمرات السكان والتنميه. وروح المؤتمرات المراه، نبداو بمؤتمر المكسيك في 1975 كل 5 سنوات، هذوك بعد كل 10 سنوات نتاع السكان والتنميه، هذوك كل 5 سنوات
مؤتمر في المكسيك 1975، وبعدين في نيروبي في 1980، روح حتى توصل الى مؤتمر بكين. هذو راهم يخدموا ولازم نخدموا وبقاو على خير.